فاكر اول مره سمعت عن البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس؟ كنا وقتها بنتكلم عن جيل جديد بالكامل، اجهزه اقوى بفرق ضخم، العاب اكبر وعوالم اضخم، وتجربه كنا فاكرين انها تخلينا نبص للجيل القديم ونقول احنا ازاي كنا بنلعب كده. وكان عندنا كل الحماس نتحمس، لان بعد سنين من البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 كنا مستنيين حاجه تحسسنا فعلا اننا داخلين على عصر جديد. لكن دلوقتي عدى وقت طويل من بدايه الجيل الجديد، فالسؤال اللي بقى في دماغي ويمكن في دماغك انت كمان، هل احنا فعلا اخدنا الجيل اللي كنا مستنينه، ولا دفعنا فلوس اكتر واستنينا اكتر وفي الاخر اكتشفنا ان القفزه مش بالحجم اللي كنا متخيلينه؟ ايه رايك بس كده في الاجواء الحزينه اللي انا دخلتك فيها في بدايه الفيديو دي؟ بجد فعلا انا ما كانش قصدي انا فعلا ما كانش قصدي بجد ادخلك في اجواء حزينه، بس يعني ده اللي جه معايا. وطبعا ما تفهمش من كلامي ان قاعد في اوضه ضلمه وبعيط على البي اس 4. لا يا عم، الاجهزه حلوه جدا والبلاي ستيشن 5 شغال زي الفل، والسيريس اكس جهاز محترم جدا، وفعلا في العاب لما تشوفها بتنبهر بيها. بس المشكله ان الموضوع مش في قوه الاجهزه اصلا، الموضوع في كل حاجه حصلت حوالين الجيل ده. لما الجيل ده بدأ كنا فاكرين اننا خلاص هنقفل صفحة البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1، جهاز جديد يعني العاب جديدة، تقنيات جديدة وعوالم اكبر وتجارب مستحيلة على الاجهزة القديمة تشغلها. فضلنا فترة طويلة نشوف العاب بتنزل على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 مع بعض، وبرضه نفس الحكاية مع الاكس بوكس 1 والسيريس اكس. وده مفهوم جدا من ناحية الشركات، لان ملايين اللاعبين كانوا لسه على الاجهزة القديمة. لكن بالنسبة لنا وبالنسبة للناس اللي اشترت الاجهزة الجديدة، احنا اشترينا جهاز جديد علشان نشوف حاجات جديدة فعلا، مش عشان نفضل حاسين اننا لسه في نص الطريق. والاغرب من كده ان الالعاب الكبيرة نفسها بقت بتاخد وقت اطول واطول. الشركه تعلن عن اللعبه وانت تتحمس وتقول خلاص السنه الجايه هلعبها، السنه الجايه تيجي واللعبه تتاجل، تقول خلاص يا عم انا هستنى كمان، تلاقيها اتاجلت بره كمان، اللي هو انتوا عايزين مننا ايه؟ وده طبعا لان صناعه الالعاب نفسها بقت ضخمه بشكل جنوني. اللعبه الكبيره النهارده مش مجرد شويه مطورين بيعملوا مراحل وخلاص، لا احنا بنتكلم عن عالم كامل، جرافيكس وتمثيل صوتي وحركه وانظمه لعب واونلاين وتحسينات وحاجات كتيره، وكل تفصيله من دول بتاخد وقت وفلوس. وده خلانا نلاقي نفسنا في جيل جديد باجهزه اقوى، لكن للاسف هو مفيش العاب. بنستنى الالعاب اللي تستغل قوه الجهاز وفي الاخر مش بنلاقيها. بس تعرف ايه اللي بدأ يضايقني بجد؟ ان الموضوع ما بقاش مجرد ان اللعبه اتاخرت، الموضوع ان حتى لما اللعبه وصلت بقت محتاجه منك فلوس اكتر، وانت اصلا مستنيها بقالك سنين. يعني تخيل كده لعبه مثلا مستنيها بقالك سنين، واول ما تنزل تروح تشتريها تلاقي ان سعرها بقى عالي، وتروح مثلا تنزلها على الجهاز تلاقي مثلا جهازك محتاج تحديث، وبعد كده لما تيجي تحمل اللعبه تلاقي ان الجهاز بتاعك محتاج اس اس دي بفلوس كمان، واسعار اس اس دي حاليا ما بقتش حرفيا فلوس عاديه. بص، الجيل ده مش دخل علينا بس باجهزه جديده، هو دخل علينا وقت تكلفه الجيمنج نفسها بدات تضغط على اللاعب بشكل اكبر. وخد سوني كمثال واضح، مثلا في ابريل 2026 سوني رفعت السعر الرسمي للبلاي ستيشن 5 في امريكا ل $650، والبلاي ستيشن 5 الديجيتال اديشن بقى ب $600، والبلاي ستيشن 5 برو وصل سعره ل $900. انت متخيل جهاز كونسول ب $900؟ انت متخيل؟ ده غير بقى لما يجي لك مثلا مصر، او لما يجي لك مثلا البلد اللي انت فيها، ده غير بقى الجمارك والحاجات دي كلها. يعني الجهاز اللي كان المفروض يكون بوابتك للجيل الجديد سعره نفسه بقى اعلى. وفي نفس الوقت مايكروسوفت اعلنت ان تكلفه شويه من مكونات الجهاز عندها ارتفعت بشكل ضخم جدا. الشركه قالت ان تكلفه مكونات تخزين الكونسول مثلا بقت 5 اضعاف ما كانت تدفعه قبل مثلا سنتين، وان تكاليف الذاكره ارتفعت بشكل مشابه برضه. ما هو اصل بص، لما الاسعار تزيد يا اما الشركه مثلا تقلل مثلا هامش الربح وتتحمل مثلا هي شويه من الفلوس، واللاعب مثلا يتحمل شويه من الفلوس، هقول لك ماشي ده مش جشع. انما لما تخلي حرفيا الفلوس كلها على اللاعب فدي تبقى كارثه. ما هو انت ما تقنعنيش لما بلاي ستيشن 5 برو سعره يوصل ل $900 تبقى الشركه مثلا قللت هامش الربح بتاعها، يعني ده تبقى ازاي؟ يعني مش فاهم. بس القصه مش اسعار الاجهزه بس، لان في حاجه تانية بتحصل قدام عينينا، طريقه امتلاكنا للالعاب نفسها بتتغير. سوني اعلنت رسميا ان بدايه من يناير 2028 حرفيا هيتوقف السيديهات بتاعه الالعاب وتخليها ديجيتال بس. وسوني بتقول ان ده بسبب ان تفضيل المستهلكين للديجيتال بقى اكبر بكتير من الاقراض. وخلينا اكون واضح، انا مش ضد الديجيتال، الديجيتال مريح جدا، تدخل المتجر وتشتري وتنزل اللعبه وتلعب، مفيش شحن بقى، مفيش مثلا سي دي ممكن يتخدش، ومفيش انتظار. لكن المشكله بالنسبه لي مش وجود الديجيتال، المشكله لما الاتجاه كله يبدا يتحرك في اتجاه واحد. يعني تخيل كده، انت لما تشتري لعبه على السي دي انت حرفيا دي بتكون ملكك، ممكن تلعبها وتستعملها بعد كده تبقى تبيعها لاي شخص تاني عندك عادي. انت عندك في اللعبه الديجيتال انت حرفيا ممكن الشركه مثلا لو بلاي ستيشن مثلا او سوني اتقفلت، انت اللعبه دي حرفيا انت دفعت فلوسك على الفاضي يعتبر. الديجيتال ده مش مضمون، انت ممكن الشركه تقفل عليك اللعبه عادي. ده غير ان انت اصلا لما بتشتري لعبه على البلاي ستيشن مثلا ديجيتال انت بتأجرها مش بتكون ملكك اصلا. ودي في سياسات بلاي ستيشن، لو انت قرأت السياسات اللي في الاول على مثلا لما تفتح الجهاز بتكون كاتبالك ان انت حرفيا بتأجر اللعبه، انت مش بتمتلكها ومش بتكون ملكك اصلا. احنا فاهمين طبعا ان الشركات
الشركات مش جمعيات خيريه. سوني طبعا عايزه تكسب ومايكروسوفت عايزه تكسب والمطور عايز يغطي تكلفه اللعبه ويحقق ربح، وده طبيعي. انا مش ضد ان الشركه تكسب، بالعكس لو الشركه مش بتكسب مش هتعمل اصلا العاب جديده. لكن المشكله بتبدا لما تحس ان كل قرار جديد بيتحول لطريقه تخليك تدفع اكتر. يعني مثلا عايز الجهاز الافضل ادفع اكتر، عايز مساحه اكبر ادفع اكتر، عايز المحتوى الاضافي ادفع اكتر، عايز تلعب اونلاين حتى يا مؤمن ادفع اكتر، ادفع اشتراك طبعا وادفع اكتر وكل حاجه. وده اللي مخلي الموضوع تقيل على الجيمر، لاننا مش بنتكلم عن زياده واحده، لا احنا بنتكلم عن مجموعه زيادات وتغيرات حصلت مع بعض. الاجهزه بقت اغلى، تطوير الالعاب بقى اغلى، الالعاب بقت اضخم واطول في التطوير، التخزين ودي المشكله بقى اهم بسبب احجام الالعاب، والاتجاه للديجيتال بيزيد، وفي نفس الوقت اللاعب نفسه عنده ميزانيه محدوده. وعلشان اكون منصف وعادل، مش كل حاجه غليت تبقى جشع. لو تكلفه المكونات زادت طبيعي ان السعر يتاثر، لو تطوير اللعبه بقى اغلى طبيعي الشركه تحاول تغطي التكلفه. لكن الجشع بيظهر لما الشركه تستغل ان اللاعب متعلق بالمنتج وتبدا تزود عليه حاجات مش ضروريه او تحول حتى كل ميزه لفلوس. وهنا انا كجيمر من حق اسال، احنا بندفع اكتر لكن هل فعلا احنا بناخد محتوى اكتر وبناخد حاجات تستاهل فعلا ان احنا ندفع عليها فلوسنا؟ لان انا لو هشتري جهاز اغلى وادفع في الالعاب اكتر وادفع في التخزين وادفع في الاشتراكات واستنى اللعبه سنين، فانا عايز في المقابل احس فعلا اني دخلت جيل جديد. وده بالظبط اللي بيرجعنا للسؤال اللي بدانا بيه الفيديو، هل بلايستيشن 5 واكس بوكس فعلا قدموا لنا الجيل اللي يستاهل فعلا ان احنا ندفع عشانه، ولا احنا دخلنا جيل جديد بس بدل ما التكنولوجيا تخلي الجيمنج اسهل خلت الطريقه اغلى؟ في حاجة أنا شايف إنها قتلت جزء كبير جدا من إحساس الجيل الجديد، إن الفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد مش دايما كان كبير بالشكل اللي إحنا كنا مستنيينه. يعني مثلا عندك لعبة موجودة على البلايستيشن 4 تنزل برضه على البلايستيشن 5، هي طبعا شكلها أحسن واللودنج أسرع والأداء أفضل، لكن في الآخر هي نفس اللعبة، وده مش عيب في اللعبة نفسها. لكن لو أنا اشتريت جهاز جديد مخصوص علشان أشوف المستقبل فطبيعي أسأل، هو فين المستقبل؟ فين الألعاب اللي اتبنت من الصفر على الأجهزة الجديدة؟ فين التجارب اللي مستحيل كانت تشتغل بنفس الشكل على البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1؟ لأن الجيل الجديد مش المفروض يكون مجرد نفس اللعبه وجرافيكس احسن ولودنج اسرع، المفروض يكون في افكار جديده وتجارب جديده تستغل القوه الجديده. الجيل ده فعلا حصل فيه تاجيلات كتير جدا وحصل فيه حاجات كتير جدا فعلا هيهدد الجيل ده. وبعد كل الكلام ده انا بدات افكر في حاجه، يمكن احنا كنا مستنيين من الجيل ده اكتر من مجرد جهاز جديد، احنا كنا مستنيين احساس، لكن الاحساس ده في رايي ما جاش بالشكل الكافي. كلنا عارفين ان الاجهزه اقوى والالعاب شكلها افضل والاس اس دي اسرع وحتى الاف بي اس ساعتها كان اعلى والتقنيات ذات نفسها اتطورت، لكن فين القفزه اللي تفضل في ذاكرتنا؟ فين الالعاب اللي هنتكلم عنها بعد 10 سنين ونقول اللعبه دي كانت للجيل ده؟ وبدل ما يكون عندنا احساس ان الصناعه بتاخدنا لمكان جديد، بقينا بنشوف اسعار اعلى والعاب بتاخد سنين وافكار بتتكرر واعتماد اكبر على الحاجه المضمونه. مش عايزين يبتكروا العاب جديده ولا افكار جديده علشان ما تخسرهمش فلوس. هو مش جيل فاشل، لا، لكنه جيل اقل من امكانياته. عندنا اجهزه كانت تقدر تعمل اكتر، وعندنا مطورين عندهم القدره ان هم يعملوا اكتر، عندنا جمهور مستعد يدفع ويتحمس، لكن النتيجه النهائيه ما كانتش على قد التوقعات، ودي يمكن اكتر حاجه محبطه في الموضوع كله. الواحد حرفيا كان بيتكلم معاكم يا شباب اكنه بيتكلم مع حد من صحابه. ما اعرفش، ما كتبتش سكريبت كتير، قعدت اتكلم من دماغي اكتر، ما حسيتش ان انا محتاج ابص على سكريبت او محتاج ابص على اي حاجه، لا انا قعدت اتكلم من دماغي كده مني لاصحابي على طول حرفيا. في النهايه انا عايز اعرف رايك انت بقى، هل فعلا الجيل الحالي خيب املك ولا شايف ان احنا ظلمناه؟ وايه اكتر حاجه ضايقتك في البلايستيشن 5 والاكس بوكس سيريس؟ وعايزكم بقى يا جماعه تعملوا سبسكرايب كده عشان نوصل ل 10000 سبسكرايبر في اقرب وقت. بس كده كان معاك يوسف واشوفك في الفيديو الجاي، سلام.